أحيانا ممكن يكون الحب هو سبب خسارتك لحياتك وضياع كل شيء، وده اللي هنعرفه النهاردة مع قصة صديقنا سايمون. بتبدأ الأحداث بناس شيك جدا، واحد منهم بيشكر سايمون على إنه وضع حد للأعضاء المتمردة في البرلمان. المهم سايمون بيروح بعد كده البيت ومراته عاملة فيها مارثا ستيوارت ومطلعة روح شيف شربيني من جواها، وابنهم كان بيكلمها وبيحكي على صاحبته وبيقول لها أكيد هتحبيها. والأم وسايمون بيدردشوا سوا وبتقول له هو رئيس الوزراء كان عايز منك ايه اللي هببته؟ قال لها كان بيقول لي ايه اغلى حاجة عندك، السلطة ولا الرحاب؟ وهو كأي زوج مطيع قال لها رحاب طبعا. بعد كده بنشوف سايمون ودونالد صديقه في حفلة عند دونالد، واللي بيروح يجيب مشروب ودخلت واحدة شكلها غيرهم وباين قوي انها مش منهم، اجمل واحدة من غير مجهود، لابسة عادي وشعرها مربوط بس مش بأستك. راحت سلمت عليه وقالت له أنا صاحبة ابنك. الراجل لسان حاله يا ابن المحظوظة يا فوزي. وتاني يوم الصبح مارتن ابنه بيجي مع أنا علشان يعرف أهله عليها، ونظرات الأب وأنا غريبة جدا، وأنا بتكون ماشية في الشارع وهوب بتروح متصلة بسايمون وبنعرف إنه وزير لما السكرتيرة بترد عليها وبيقولها هاتي العنوان بسرعة، وفط ونط وقفز وراح هابق عليها. وسبحان الله شوقه وداه للأوضة الصح. راحت هي مرمية على السرير وقالت له رد قلبي، وهو رده بصراحة والحوار كله خلص بدون ولا كلمة. بالإحساس بنتقابل وانتوا فاهمين بقى ايه اللي حصل ما بينهم. وتاني يوم وهو في الشغل ابنه بيروح له بيقول له انا اتعينت نائب للمحرر السياسي، وابوه بيقول له انا فخور جدا بيك. وبيروحوا كلهم مطعم فاخر علشان يحتفلوا بتوظيف مارتن، وطبعا انا معاهم. والام بتمارس دورها الطبيعي وعماله تسالها انتي منين، والبنت قالت امي من فرنسا، وعندك اخوات ولا لا، وايه اللي حصل، ويجي 1000 سؤال على سهوه، لدرجه ان مارتن بيقول لها ماما خفي شويه ده كده بقى استجواب. وفي النهايه الام قالت لسايمون البنت دي مش مريحاني. سايمون قال لها يا شيخه دي علاقه عابره واكيد ابنك مش هيكمل معاها. وبيقول لها روحوا انتم انا عندي شغل. وبيقول لانا انا كنت هموت عليكي وانت قاعده قدامي. وهوب ايه ده يا استاذ بالراحه مش كده. وبيحصل ما بينهم زي ما حصل قبل كده. وبعد ما خلصوا جلسه العمل بنعرف ان اخوها كان بيحبها وهي ما حبتش فكره التملك فبعدت فقتل نفسه، بسيطه يعني. وبيقول لها سايمون ما تقضي معايا الويك اند وانا مسافر. قالت له انا هبقى مع مارتن، وقالت له خلي الوضع كما هو عليه وما تحاولش تغير حاجه. وبيصحى سايمون في يوم وبيقول لمراته هو انتوا هتبقوا كويسين لوحدكم؟ قالت له جوز اللوز ما تقلقش. قال لها يا ستي بقي كلمي مارتن يجي يقعد معاكي. قالت له هو انا ما قلتلكش؟ يقطعني، مش مارتن مسافر مع السنيوره بتاعته فرنسا ونازلين في فندق الفورتوكوتا؟ وقالت له انا قلت لك البت دي مش هتحل. وبيروح يخلص المؤتمر بتاعه على السخان ويشد على فرنسا، وبيروح نفس الفندق بتاعها وبيتصل بيها وبيقول لها قابليني عند الكنيسه، ويا دوب بيشوفها والله لا لا لا، وبيحصل ما بينهم زي ما بيحصل كل مره. وبيخلصوا وبتمشي وبتقول له ما تمشيش ورايا. فهو بيروح كأي شخص مختل يحجز أوضة في نفس الأوتيل، وبتطلع الأوضة بتاعته بتبص على أوضتهم. وبعد ما بيفطر بنشوفه ماسك بطنه وبيتلوى على السرير، فيا إما ده من البيض اللي كله يا إما جفاف عاطفي والله أعلم. وبعد كده بيرجع كل واحد لحياته، وهي في الشغل بيتصل بيها وبيقول لها عايز أشوفك في مكان عام. قالت له تاني؟ قال لها لا مش اللي في دماغك. وبتروح أنا علشان تقابله، وبيقول لها أنا خلاص هسيب مراتي، خلاص اللي حصل في فرنسا ده عمري ما حسيت بيه في حياتي يا حياتي. قالت له هتخسر ابنك وحياتك لما تسيب مراتك، هتكسب ايه؟ قال لها انتي. قالت له ما انا معاك. وتقريبا الآنسة بتقدر العلاقات الغريبة بس لأجل الأمانة هي عاقلة برضه. وبيتفقوا يتقابلوا الخميس، وبيروح لها وبتفتح له الباب وبيلاقي واحد تاني وبتعرفهم على بعض. وبتقول له بيتر ده عفريت بيطب على الواحد كده من غير لا إحم ولا دستور. وبتقول له سايمون هروح اجيب لك الكتاب بتاعك اللي كنت طالبه مني. وبيتكلم هو وبيتر بيقول له انا اصلا البيست فريند بتاعها، وواضح انها بتحب مارتن لانه بيديها الحريه اللي انا ما عرفتش اديها لها، وشكله جازز قوي من ناحيته. والراجل اخد الكتاب وخرج، وبيتر خرج بعد شويه راح هو رايح عليها وبيقول لها مين الانسان ده؟ قالت له انا كنت مع بيتر يوم ما اخويا عمل عملته، وبيتر ده شخص هفضل اعرفه للابد. بعد كده بنشوف العيلة كلها متجمعة في بيت عيلة الأم،
ومارتن بيحكي ان طفولته ما كانتش اروع حاجة لانها كانت مثالية بزيادة. يعني يا ابني ليه كده؟ المهم مارتن بيفاجئ العيلة انه طلب ايد انا للجواز، وهي وافقت، والام بتتصدم والاب كمان. وبيتكلم الاب مع ابنه والولد بيقول له اكتر حاجة شدتني ليها حزنها وكآبتها، يا سيدي عليك في الحزين. والست ام انا بتتعزم عند اهل مارتن وبتقعد تهلفط في الكلام وتقول انها اتجوزت 4 مرات وكانت ماشية في ال5، وان مارتن مش ذوق انا لانها بتحب الولد القوي الصلب. وانا بتقول لها ابوس ايدك نسكت شوية. وسايمون بيوصل امها للفندق وبتقول له ابعد عن طريق البنت، هي عندها حياة مع مارتن. وبيحاول يعمل عبيط بس الست شكلها خبرة وحذرته. وبينزل من العربية يتصل بآنا وبيقول لها احنا لازم نسيب بعض، سلام يا قطة. وبيروح لمارتن الشغل وبيتأسف له وبيقول له انه كان لازم يكون اب احسن من كده. ومارتن بيقول له تسلم يا كبير وبيكمل شغله. وسايمون بقى خزان احزان وطول الوقت شارد الذهن. وبيجيله بعد كده ظرف فيه عنوان ومفاتيح، وبيروح طيارة بيارة على هناك وما لقاش غير أجندة فيها تاريخ. وبنلاقي الأم بتختار مع مارتن وآنا شكل التورته بتاعة الفرح، وبيدخل عليهم سايمون. وبعدين الأم بتروح مع الابن يراجعوا قائمة الضيوف، وآنا بتقول لسايمون انت فكرك اني هتجوز مارتن واسيبك تضيع من ايدي؟ وبيجي التاريخ اياه وبنشوف آنا بتجيب ورد وبتروح الشقة، وسايمون بيجري في الشارع علشان يلحق يروح. وبيوصل ويدوب بيحط المفتاح، بتقوم هي تفتح وبتستقبله من على الباب، والحب ولع في الدورة بقى، وكمان نسيوا المفتاح في الباب. ولأجل الحظ المهبب بنشوف مارتن ماسك ورقة وبيروح نفس العنوان. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان المفتاح كان بره والاصوات جوه طالعه لغايه بره، والواد بيقف متسمر مكانه مش مصدق اللي هو شايفه ولا احنا بصراحه. والواد تنح ورجع لورا فجأة وراح واقع من على الترابزين. ونزلت آنا وخدت بعضها ومشيت، والأب نزل وفضل حاضن ابنه اللي الله يرحمه. وبنشوف التحقيقات والراجل عمال يقول دي عروسة ابنك، وهو يقول له اه. وانت كنت في شقتها، وهو يقول له اه. طب هي مشيت ليه وراحت فين؟ لكن هو مردش. المهم سايمون بيروح البيت لقى مراته وشها وارم لأنها كانت بتضرب نفسها علشان مش مصدقة اللي حصل. وقالت له ان صاحب الشقة اتصل علشان يدي آنا شوية تعليمات تخص الشقة، وبالصدفة مارتن رد عليه وعرف العنوان. شفت الحظ بقى؟ إلا قول لي انت ما قتلتش نفسك ليه؟ وبتنهار طبعا، والأمر صعب جدا، ربنا ما يكتبه على حد. تاني يوم بيروح سايمون يقدم استقالته، وبيروح لأم آنا وهي بتقول له أنا حذرتك. وبيقول لها هي فين دلوقتي؟ وبتقول له ما هي قايله لك قبل كده ان في المواقف اللي زي دي بتروح لبيتر. الراجل خلاص هيمشي بس قلب الام اللي جواه خلاه يقول لها هي هنا مش كده. وبيفتح باب الاوضه بيلاقيها ومحدش منهم بيقول اي حاجه. وبعدين بنلاقيه سافر وعايش في مكان لوحده، وعايش في بيت متواضع جدا، وعامل صوره ليه هو ومارتن وآنا بعرض الحيطه، وبيتامل في الصوره وبيقول انه شافها مره واحده بعد الحادثه دي، وكانت صدفه، وكانت مع بيتر وكان معاهم طفل. وبيقول انها ما كانتش مختلفة عن اي حد، يعني زيها زي غيرها. وواضح انه اكتشف متأخر انها ما كانتش اخر قطعة علشان يخسر بسببها ابنه وبيته وحياته.